الفيديو بتاع النهارده بيحكي قصة الولد الغلبان ده. بس قبل ما تتابعوا الفيديو يا ريت تدوسوا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة، ده هيساعدنا ان احنا نعرف نعمل فيديوهات تانية. الولد كان ماشي وشاف الأسرة وهي بتاكل، وقعد يفتكر لما هو كان معايش برضه غني وكان معاه فلوس وكان عايش مع أسرته. بس مع كل أسف رمى الكورة وخبطت في البوتاجاز من غير ما يقصد. البيت كله اتحرق والأهل ما كانوش عارفين يعملوا أي حاجة. ضابط المطافي جه واخده طلعه وجاي ينقذ اهله، قال لهم بصوا في 2 تانيين جوه، تعالوا ننقذهم. اول ما دخلوا ينقذوهم مع كل اسف السقف وقع عليهم وماتوا. الولد كان زعلان جدا لان اهله ماتوا وهو حس ان هو السبب في ده. ومن ساعتها وهو غلبان ومعهوش اي فلوس، بيدور على اي شغلانه يشتغلها عشان يعرف يجيب اي فلوس. لقى واحد عمال يرقص في الشارع والناس بتديله فلوس وفرحانه بيه. راح له بسرعة قال له حلوة قوي الفكرة دي، ايه رأيك تشاركني في الفلوس اللي معاك او حتى تخليني ارقص معاك؟ قال له للأسف ما ينفعش، هي شغلانة بيعملها واحد. صعب عليه الولد وندهله قال له بص انا ممكن اسيبك تشتغل شوية مكاني والفلوس اللي هتاخدها دي بتاعتك. الولد فرح جدا وقعد يشغل مزيكا وقعد يرقص، هو كان موهوب جدا في الرقص. قعد يرقص وقعد يبسط الناس والناس كلها كانت مبسوطة بيه. قعدوا يتفرجوا عليه ويشوفوه وهو بيرقص وادوله فلوس كتيرة. هو كان مبسوط، أخيرا بقى معايا فلوس وهعرف آخد بالي من نفسي. أخد الفلوس وراح ماشي بيها، لقى 2 حرامية عايزين ياخدوا منهم الفلوس، قال لهم بصوا العصفورة وسابهم وهرب. ده كان ولد ذكي جدا وعرف يهرب وعرف يجري بسرعة، وأخيرا هرب منهم وخد الفلوس. بيبص ملقاش أي حد، الحمد لله ملقتش حد. بس هم مش هيسيبوه لأن الفلوس كتيرة، ضربوه وأخدوا منه الفلوس وسابوه ومشوا. قال لهم طب سيبولي أي حاجة عشان آكل بيها، ما سابولوش طبعا أي حاجة، هم عايزين ياخدوا الفلوس كلها. هو قاعد يدور على أي حاجة ياكلها عشان كان ميت من الجوع. لقى زبالة فيها أكل، قال وماله معلش هاكل الأكل ده يمكن أشبع شوية. لقى سندوتش برجر قعد ياكله، كان مبسوط بيه جدا، بس طبعا وجعله بطنه لأنه ما ينفعش ناكل من الزبالة. بعدين لقى سندوتش تاني، قال طيب يمكن ده أنضف شوية هاكله. لقى كلب عمال يقول له أنا جعان أنا كمان. قال له بس أنا جعان جدا أنت مش متخيل. الكلب خاف وجري. هو لقى الكلب وقع من كتر الجوع، صعب عليه الكلب وأكله هو السندوتش. قال له أنا معاك وأنا بحبك، شكرا ليك جدا أنت ساعدتني. الولد كان طيب وكان غلبان بس كان طيب جدا، بس فضل جعان ومش عارف يعمل ايه. الست دي لقيته غلبان وقاعد على جنب، اديته التفاح قالت له كل دي خليكم مبسوطين، احنا لازم نساعد بعض. وسابته وراحت على المستشفى. بس مع كل اسف الدكتورة قالت لها خبر سيء جدا، قالت لها مع كل اسف انتي مرضك ده ملوش علاج، بس ما تزعليش لازم تعيشي الفترة اللي جاية وانتي سعيدة. الولد كان لسه جعان، لقى محل بيعمل برجر ريحته هايلة. قال له ممكن تديني سندوتش يا عم، انا معيش اي فلوس. قال له مع كل اسف انت لازم تدفع فلوس عشان تاخد من السندوتشات بتاعتي. الحرامية تاني الاشقية لقوا الراجل مش واخد باله، سرقوا السندوتشات منه. الولد شافهم وقال لهم اوعوا تاخدوا السندوتشات بتاعت الراجل. راحوا رموها له بسرعة وطلعوا يجروا. الراجل سمع الدوشة ورجع، لقى الولد هو اللي ماسك السندوتشات، مجاش في باله غير ان الولد هو اللي سرقه. الولد كان ماشي لقوا الحرامية برضه عمالين يغلسوا على الست اللي ساعدته. قال اوعى من الست دي، انا هنقذك اجري بسرعة. راح ضربهم وانقذها، بس هم كانوا اقوى منه وضربوه. جه الكلب شافه وقعد يخوفهم وبرضه ضربوا الكلب. بس الست كانت ندهت البوليس والبوليس جه وانقذ الولد والكلب من تحت ايدين الحرامية دول. قال لها شكرا ليكي انت ساعدتيني انا والكلب، انت اللي بتساعديني في كل يوم وتساعديني طول الوقت، شكرا ليكي جدا. الست افتكرت ان هي مش هتقدر تعيش فترة طويلة، قالت له تعالوا انا لازم اسلم عليكم عشان مش عارفة هشوفكوا تاني امتى. ودي نهاية قصتنا.